الأجداد مع الجنيدي الجامعي. إذا كان هذا بنطن المتعودين به في الميعاد الليلة باش نقول لكم أسماء الفائزين وموعد الفائز إن شاء الله بعد قليل، لكن تو خلينا مع هذا الركن. ضيوف الميعاد، ضيوف الميعاد. ربي يبارك فيك. تحياتنا لكل إطارات وإداريين ومهندسي إذاعة تطوير، على رأسهم السيد مدير المؤسسة طه عنتير. كذلك التحية لك أخي جنيدي ولكل زملائك ولكل مستمعي إذاعة تطوير هذا المساء ولكل ضيوفك. شكرا لك. العفو. في الدورة الماضية في مهرجان العيون بصراحة مهرجان خلى بصمته وخلى آثاره بطبيعة الحال. مهرجان امتد على ثلاثة أو 4 أيام. كيفاش عشتوا المهرجان في مفتاح؟ والله يا سيدي جنيدي، أولا شكرا لإذاعة تطوين، شكرا لعنايتكم الموصولة، شكرا لمتابعتكم ومواكبتكم أغلب فقرات المهرجان، وهذا عمل دؤوب تقومون به مع كل مهرجانات على حد السواء، وبارك الله فيكم وشيء يحسب لكم. كذلك هذه السنة كانت أصعب من السنة الماضية أخي جنيدي. أي بحكم تعرف المهرجان عم نون الخطأ ما نتحاسبوش عليه، السنة نتحاسب عليه الدولة الثانية. فهمت؟ قمنا بعديد الأخطاء على كل حال وحاولنا نصلحوها. السنة كان الإقبال جيد، الفقرات كانت متنوعة، زدنا يوم رابع معناها زاد أثث المهرجان، والفائدة أن الفرحة عامة جميع أهالينا وجميع زوارنا، وكان الانطباع طيب وكان النجاح على كل حال كان معناها باهر على كل حال. ثم عديد النقائص عمر ما نجم نتلفوها، ولكن على كل مهرجان مع شهر التراث. أكيد على كل ومن البشائر الأخرى في المهرجان أن في الاختتام ثبت المطلوب. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. إن شاء الله متعطل كان مطر، وكانت سهرة ختامية على كل حال مع الفنان القدير كناية ليج، وعلى كل حال كانت تكون سهرة رائعة وشيقة، لكن الأمطار على كل حال دون ذلك، وهذا من مقادير ربي سبحانه وتعالى، وإن شاء الله متعطل كان مطر. ويقولوا إن شاء الله متعطل كان مطر. أكيد. في مفتاح باش تحكي لنا شوية معناها ربما على ربما بعض التحيات، كيفاش اللي تقبل الجمهور. أكيد جنيد، هذه فرصة طيبة باش نقدموا تحياتنا ونقدموا يعني تهانينا لكل أهالينا. كذلك معنا التحية الأولى للسيد ولي مدنينا اللي ما يجينا منه إلا التفاعل إلا المساعدة على كل حال. كذلك السيد معتمد بن غداش الذي ما فتح يعاون المهرجان على كل حال بكل شيء، بارك الله فيهم. كذلك البلدية، كذلك السلطات الأمنية اللي هي مرابطة بحذنا 4 أيام، بارك الله فيهم، مركز حراسة بن غداش والإقليم بمدنين رابطوا بحذنا 4 أيام على كل حال، معناها مصباح لليل، وكانوا معناها ملاحظين في كل شيء، وكانوا مساعدين بارك الله فيهم على كل حال. كذلك شكر موصول لكل من زارنا وكل من كبر بينا وجانا، حتى من الجزائر الشقيقة لنا ضيوف هذه السنة، من ليبيا كذلك. المهرجان بدي يكبر في عيون
في عيون اهالينا، في عيون ضيوفنا، وهذا الشيء يذكر فيشكر اخي الجنيدي. كذلك حضورك يا اخي الجنيدي في الحكواتي زاد المهرجان زاد المهرجان رونق اخر، فهمت؟ صغيرات يشبعوا بك وروك مباشر المره هذه، فهمت؟ فهمت؟ كذلك عدة فقرات في المهرجان كانت على كل حال على مستوى عالي من الحرفية، وكانت على مستوى عالي من الدقة والحضور الجماهيري. كانت 4 سهرات رائقة، كانت 3 أمسيات كذلك، إن يعني من ضمنهم رياضية كرمنا فيهم أبطالنا، أبطال العالم وأبطال أفريقيا في الرياضات الفردية. كذلك كان المعرض زاد على معرض كبير تقريبا 30 عارض، وكان بإدارة أختنا فايز بريبش. حبينا نخرج شوي على المحلي، معناها نشاركوا الناس الكل، وهذا هو حب مهرجانك باش ينجح لازم يكون معناها تشارك فيه الناس الكل بعيد وقريب، يعني على حد السواء. كذلك يعني أخي جنيدي هي فرصة معناها كذلك يعني هذه يعني التمويل. أخي جنيد، التمويل هو مشكلة كبيرة ياسر في المهرجان ده. احنا الدورة الثانية على كل حال كانت على قاب قوسين باش ما تصيرش على كل حال، ولكن تضافرت الجهود ما بين أعضاء الجمعية وبعض، نقول لك بعض أهالينا على كل حال عاونوا باليسر شوي، ولكن الحمل كان ثقيل جدا، فعلا ثقيل جدا. أقول قولي هذا ونعرف ما نقول وتحمل مسؤوليتي في ذلك. الحمل كان ثقيل جدا على أعضاء الجمعية، وكان كلفتنا برشا سنة، وبالطريقه هذه ما نجمش نواصل مهرجان اخي جنيدي، ما نجموش الديمومه تاع المهرجان تبقى مهدده، وبالتالي نخسروا نشاط ثقافي في جهه معناها قاعد معناها يرسخ معناها يعني حب المنطقه في عيون اهاليها، ومعناها اولادنا من بعيد يروحوا من المهرجانات، يعني الناس كل تحضر. يعني صراحه ديمومه المهرجان اصبحت مهدده، يعني بحكم يعني شح التمويلات وشح تضافر الجهود بين اهالينا. صراحه عند برشا ميسورين في المنطقه وخارج المنطقه، ولكن لا حياه لمن تنادي. جميع منادات نادينا، عملنا اجتماعات، حاولنا نحثوهم شيء لا حياه لمن تنادي. وبالتالي انا شخصيا للاسف نقول لك بالنسبه انا يعني نخمم بصفه جديه، وهذا على كل حال ممكن نسحب من اداره المهرجان كليا ومن اداره الجمعيه ككل. صراحه ما لقيناش تضافر جهود، نلقى كان للاسف العجله من البعض صراحه، وهذا الشيء معناه شيء يحزن، شيء ما تنجمش تواصل، ما تنجمش انك انت لما تشوف الفرحه في عيون ابائنا وامهاتنا وصغارنا تنسى في الفتره هيك، ولكن بعد ما يوفي المهرجان ترجع لروحك فهمت الله، وتشوف انت وين بالضبط، شنو اللي كلفك المهرجان هذا، شنو اللي خلاك يعني تكبد في مصاريف يعني ما تلقاش شكون يساعدك اخو جنيدي، ما تلقاش شكون يقف معاك. يعني اهالينا مش ناقصين، يعملوا 5 مهرجانات ولا 6 كان يحبوا في السنه، ولكن الغالب اكل حياه، اكل التعامل اللي صار. الخير في مفتاح، وان شاء الله ما ثم كان الخير. احنا حبينا في السهرة هذه اللي تجمع ضيوف احمد العطوي مرحبا بك احمد. اهلا وسهلا، تحياتي لك سي مارس. اهلا وسهلا. باش نحكوا على بعض التظاهرات. سي احمد كان نجم حاضر في مهرجان الغربوز ومهرجان العيون اكيد. على كل سي احمد يحب يبلغ لك تحيه. تفضل سي احمد. تفضل. تحياتي لكل مستمعي اذاعه تطوين، الى سي جنيد جامع، الى سي طه الراجح، شكرا، الى اختنا ربيعه، والى كل المستمعين اينما كانوا، والى ال عاطوي جميعا. تحياتي لاخويا مفتاح، بارك الله فيه، مفتاح بن مسعود، مدير مهرجان العيون الجبليه بالبحيره. العفو يا احمد. والشكر جزيل الواقع معناها على حسن الضيافه وحفاوه الاستقبال. الواقع معناه مهرجان بأتم معنى الكلمه، وحفاوه الاستقبال بأتم معنى الكلمه. الواقع ما ينجمش معناه مهما الانسان باش يعبر ما ينجمش يعبر عليها. وشكرا كذلك الى اهالي البحيره على حضورهم وكرمهم. وشكرا لزملائي الشعراء علي كريد، علي التميمي، فتحي الجوادي، ميلود الكمالي، مصباح العدواني، والمنشط القدير بالطبع سي جنيد الجامع. راك تنساه.
مانيش باش ننساه. طبعا. يا اخوي بارك الله فيك، والله قد ما يعبر الواحد والله لازم هذا يعبر. والله احنا حصرنا الشرف سيد احمد، حصرنا الشرف باستقبالكم، وهذا اقل شيء نفعله معكم، شعرانا اهالينا الطيبين مثقفي الجهه، مثقفي كل الجهات. مرحبا بكم في كل مناسبه في البحيره، انتم شرفتم وانتم اثثتم امسيه طيبه على كل حال، وباللي نعملوا معكم رانا عملنا قليل القليل. سيد احمد تستاهل كل خير. اكثر نعرفوا الشيء هذا. يفتح بارك الله فيك، ما عملته لكم اكثر واجب شكرا واكثر من واجب. وتحيات مصباح ابو قديمه ايضا. نعم سي مصباح ابو قديمه اللي دعمنا ووقف معنا يرحم والديه. المهرجان ويعطيه الصحه. نعم سي مفتاح شكرا لك، ان شاء الله في مناسبات قادمه. شكرا لك، يعطيك العفو سي جنيدي. تحياتي من البحيرة عروس سهل الجفارة إلى كل مذيعي إذاعة تطاوين وكل إداري إذاعة تطاوين، وعلى رأسهم السيد مدير المؤسسة السيد طه عنتير. كذلك الشكر لك يا أخي الفاضل، وشكر لكل المذيعين الذين اتصلوا بنا أثناء المهرجان وقبله وبعده، وهذا شيء يذكر فيشكر. وبالتالي عروس الصحراء يعني ساندتنا ووقفت معنا، وبهذه المناسبة نشكرهم شكرا جزيلا، وشكر لجميع مستمعي إذاعة تطاوين هذا المساء، وشكر لضيوفك الأفاضل، وتحياتي مرة أخرى لك أخي جنيد. شكرا لك سي مفتاح. العفو. نستقبل أختنا لطيفة حويري. لطيفة.